السلام عليكم واهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من مسلسل لؤلؤ. بس خلينا نقول حاجه قبل ما نبدا احداث المسلسل واللي الناس كتير بتسال عنه وحابه تتابعه. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتخلي رمز الجرس على الكل علشان يصلك اشعارات القناه وتعرف كل احداث المسلسلات الجديده اول باول. وما تنساش كمان تدعمنا بلايك عشان مسلسلنا يوصل لكل الناس. ويلا نبدا احداث الحلقه بتاعت النهارده. وفي اول مشهد طبعا لؤلؤ ومروه كانوا قاعدين بياكلوا في المطعم ومعهمش فلوس، وطبعا ضربوا على الحساب وجريوا من المطعم بسرعه. وفي شارع من الشوارع افترقت مروه عن لؤلؤ، وجريت مروه لغايه لما ركبت عربيه في اشاره مرور، وهنا فتحت الباب ودخلت العربيه في المشهد ده. وفجاه السواق بيقول لها انت حراميه ولا ايه؟ رد عليه طارق وقال له بص قدامك مالكش دعوه بيها. وفضلت تتكلم معاهم عن موضوع الحساب وعن ان الراجل بتاع المطعم كان عايز يسرقهم، لكن طبعا طارق فهم وضحك وعرف انها هي اللي نصابه مش صاحب المطعم. وفي نفس المشهد لؤلؤ بتنزل من العربيه بسرعه من غير ما تتكلم ولا كلمه، لكن بعد ما بتنزل من العربيه طارق بيكتشف ان الموبايل بتاعها موجود في العربيه ونسيته. خد الموبايل وحطه في جيبه وقال للسواق اطلع. وفي المشهد اللي بعده طارق بيوصل عند مراته وبيتكلم معاها، لكن مراته طبعا زربانها طالعه ومش طايقه نفسها، وهو اتعكنن كان ناوي يتغدى معاها لكن ضايقته في الكلام. جت حماته بتقول له مالك يا طارق في ايه؟ قال لها انا كنت جاي بصراحه اتغدى لكن بنتك عكننت عليا وغيرت مزاجي، يبقى عقلي بنتك وسلام. وفي المشهد ده لؤلؤ بترجع الشقه وتقابل مروه تاني وبتسالها عن الموبايل، فبتقول لها اكيد الموبايل وقع منك او نسيتيه في حته. لكن هنا لؤلؤ بترد عليها بتقول لها ممكن واحد يكون ابن حرام ضرب عليه. لكن هنا مروه بتاكد عليها وبتقول لها انت ذكيه جدا، ما هو بقاله يومين انت بترن عليه وما اتقفلش، يعني هو لو واحد حرامي كان قفله او شال شريحه، لكن ده واحد الظاهر انه عايز يرجع لك الموبايل بتاعك. وفي نفس الوقت لؤلؤ بتقول لمروه انا هروح اسال على امي تاني يمكن حد يدلني هي بعد ما خرجت من السجن راحت فين. وكمان لؤلؤ بتقول لها انا مش ممكن ابطل ادور عليها ابدا ومش ههدى الا لما الاقيها. وفي المشهد ده لؤلؤ بتشتغل في محل حلويات هي ومروه، وطبعا بينزل عليها واحد من الزباين فبتشد مع الزبون في الكلام لانه طبعا كان بيستظرف وبيقول لها بسبوسه بطريقه وحشه، لكن لؤلؤ ناشفه وراجل في كلامها وشكلها كده قرفانه من الشغلانه بتاعت المعجنات دي فشبطت مع الزبون. لكن طبعا الزبون مهديش وفضل يلسم بالكلام، راحت شابطه فيه البت لؤلؤ ورفعت عليه سكينه الحلويات وكان هتجيب كرشه، فالراجل صاحب المحل شبط في الزبون وراح طارده من المحل. وفي المشهد ده راحت لؤلؤ للبيت القديم بتاعهم تخبط عليه تاني يمكن تلاقي امها. طبعا وهي بتخبط افتكرت زمان لما كان امها موجوده في البيت وعايشه معاها، لكن للاسف امها مش موجوده ومحدش يعرف عنها خبر. وفي مشهد تاني بيتصل طارق على موبايل مروه ويقول لها التليفون اللي انا بتكلم منه ده لقيته، فراح مروه بسرعه مديها التليفون للؤلؤ، فلؤلؤ قالت له ده تليفوني وقال لها انا لقيته في الشارع. وهنا حاول طبعا طارق يسالها انت ساكنه فين اجيبهولك في مكان ما يعني، لكن لؤلؤ بنت ملونه مش سهله قالت له خليك مكانك وانا هاجي اخد الموبايل بتاعي وكمان حسنتك محفوظه. مروه بتقول لها اوعى يكون ده بتاع الشاورما وعامل لك كمين، فراحت ردت عليها لؤلؤ وقالت لها طب وديني لو طلع هو لاخد تليفوني وتليفونه. وفي المشهد ده طارق نازل من الشركه بتاعته ولؤلؤ واقفه وبتبص له وبتستغرب ايه اللي جاب ده هنا، لكن طارق ضحك وبص لها ومسك التليفون في ايديه يعني بيشاور لها بيقول لها التليفون معايا. لكن هنا لؤلؤ بصت له واستغربت جدا لما اداها التليفون واكتشفت ان التليفون اللي في ايديها مش هو تليفونها. وهنا طارق رد عليها وقال لها بصراحه هو مش تليفونك، تليفونك اهو في ايديا بس وقع منه واتكسر، فمدت ايديها عشان تاخد التليفون فبص لها وضحك وقال لها طب فين الحسنه بتاعتي؟ فردت عليه لؤلؤ وبصت له كده وقالت له بصراحه يا باشا في الهيلمان اللي انا شايفه ده ال 30 جنيه اللي في جيبي بالنسبه لك هيبقوا سيئه مش حسنه. ضحك طارق وقال لها خلاص يبقى انا هاخد التليفون ده تذكار مني. وهنا طارق سابها ومشي راح لعربيته، لكن بص بطرف عينيه لاهل السواق فما مشيتش، فسالها مالك في حاجه تانية او تحب اوصلك في حته؟ لكن هنا لؤلؤ بصت له قالت له طارق بيه بصراحه كنت عايزه اسالك على حاجه. قال لها اتفضلي. ردت عليه وقالت له انا بصراحه محتاجه شغل، ينفع تشوف لي شغلانه عندك؟ وهنا طارق بص لها وقال لها خلاص لو محتاجه شغل موضوع الشغل ده بيحتاج تفكير عميق جدا، فانا علشان افكر ما ينفعش افكر وانا جعان، ايه رايك تتعشى معايا النهارده ونشوف الموضوع ده؟ طبعا هنا لؤلؤ بنت مفتحه وفهمت ان هو ناوي على نيه وحشه، قالت له عشا ايه يا ابو عشا؟ انت فاكرني من بتوع عشوه؟ وتعالي شوف ماما العيانه في اوضه النوم. لا يا باشا اصحى، انا افتكرتك راجل محترم لما قلت لي التليفون بتاعك اهو، لكن تاخدني تعشيني كباب وكفته وتقول لي تعالى عايزك في البيت بقى كلمه في حدوته في روايه تضحك على عقلي وتاكل بعقلي حلاوه. لا يا باشا انا ماليش في الكلام ده. رد عليها طارق قال لها انت خالك كبير قوي وواسع قوي، ايه حكايه ماما العيانه وكباب وكفته دي؟ مبدئيا انا ماما ميته، ثانيا مين جاب سيره الكباب والكفته دي؟ ردت عليه طبعا هي وقالت له امال ايه كنت هتعشيني على عربيه فول؟ لكن طارق رد عليها وقال لها بصي انا ما بضحكش عليكي بس هو ده الوقت الوحيد اللي انا ابقى فاضي وممكن اتكلم فيه في اي موضوع. وبعدين انا في سؤال مهم جدا نسيت اساله لك، انت بتعرفي تشتغلي ايه؟ رجعت هي ردت عليه وقالت له انا بشتغل في السجاد لكن انا شاطره وذكيه وممكن اتعلم اي حاجه. وهنا طارق بص لنهال وقال لها ممكن تحدد لها ميعاد الاسبوع الجاي؟ فردت عليه نهال قالت له لا ما ينفعش الاسبوع الجاي، ممكن تيجي تفوت علينا بعد شهر. لكن لؤلؤ ردت عليها وقالت لها وحياه امك تشوف لنا ميعاد يمكن تلاقي ميعاد فاضي ولا حاجه. وبعدين ردت عليها نهال وقالت لها على فكره احنا شركه استثمارات يعني لازم يكون معاكي لغه كمبيوتر حاجه زي كده يعني من الاخر مش محتاجين سجاد. راحت بصه لطارق هي وقالت له انا جاهزه يا باشا نتعشى مع بعض. وطارق هنا بص لنهال وقال لها شنطه وهدوم وظبطيها بقى وروشيها، عايزها تبقى حاجه محترمه تبان قدام الناس وجهها وتجيبيها لي بنفسك لغايه المطعم. ولغايه هنا يبقى احداث الحلقه خلصت، لكن اكيد في حلقات جايه كتيره مهمه. لايك مهم عشان الناس كلها تشوف الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل علشان يصلك اشعارات القناه وتعرف حلقات المسلسل يوم بيوم. ولغايه هنا اقول لكم سلام.